سبب وفاة اليوتيوبر المشهور محمد الشمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليومين اللي فاتوا كل مواقع التواصل العالمية وبالأخص مواقع التواصل السعودية اتكلمت عن وفاة اليوتيوبر الشهير محمد الشمري اللي خرج هو وأولاده في رحلة أو في شيء خاص بيهم، وقبل الرحلة بدقائق عمل فيديو هو وأولاده إنه هو هيتحرك إلى مكان ما، وبيسأل الناس إن هم يدعوا له إنه هو يوصل هو وأولاده بالرحمة. السبب اللي تم حكايته في الأخبار إن محمد الشمري رحمة الله عليه اتوفى بسبب حادث مروري، لكن في الحقيقة أنا هقول لحضرتك السبب الحقيقي في وفاة محمد الشمري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه هو وأولاده، لأن في 2 من أولاده اتوفوا بعده بساعتين تقريبا، والآن زوجته وابنه الكبير في حالة حرجة، وبقية أطفاله الحمد لله بخير. السبب يا إخوانا من وجهة نظري أنا أن الحسد يقتل الإنسان وأولاده، وأكثر ما يكون في الشخصيات العامة المشهورة التي تحكي تفاصيل حياتها للناس في الدنيا على مواقع التواصل. يعني واحد بيتابعه ملايين من الناس، أو أنت حتى على المستوى الشخصي لا تحكي تفاصيل حياتك للآخرين، لأن الحسد يقتل. الحسد يقتل. ايه الكلام ده؟ انت بتقول ايه؟ ده قضاء وقدر. نعم، الموت حق على الجميع. ده كان اخر فيديو هو بيعمله، هو بيحكي ان هو رايح في المكان الفلاني هو واولاده بيضحكوا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا ان الحسد يقتل. النبي اللي بيقول كده. ايوه، قال صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل احدكم اخاه، يعني بالحسد. هلا إذا رأيت شيئا أعجبك بركت، يعني قلت اللهم بارك. إن العين حق. النبي بيقول كده: إن العين حق. بلاش تنشر فيديوهاتك مع أولادك، بلاش تنشر صور أولادك، بلاش تكتب تفاصيل حياتك. اشتغلت في المكان الفلاني وأخذت كذا ورحت كذا وعملت كذا. الحاجات الخاصة التي لا تنفعك لا تنفع إلا أنت، فلا تحكيها للناس. إذا رزقك الله برزق فاعلم أن كثيرا من الناس لم يرزقه الله هذا الرزق. إذا رأيت شيئا يعجبك في إنسان معين فقل اللهم بارك له، حتى تمنع عنه الحسد وتمنع عن نفسك الحسد. حتى لو دخلت بيتك اوعى تحسد نفسك. هو الإنسان ممكن يحسد نفسه؟ أيوة، قد